ازيكم؟ كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات اني اتربيت في منطقه شعبيه. كان ساكن في الشارع اللي ورايا بنتين اخوات، بنت من سني ومعايا في الفصل واختها اصغر مني بسنه. باباهم ومامتهم منفصلين، ومامتهم كانت مشتغل مساعده لممثله كبيره واموره جدا جدا جدا، فبالتبعيه لبس البنات ومكياجهم وبرفاناتهم كانوا من عند الست دي. المهم جت مرحله ثانوي، بابايا كان زي اي اب خايف عليا، وكان مانعني من الاختلاط ومانعني من حاجات كتير جدا. كنت باخد درس عند البنتين دول في البيت. دخلت بيتهم ولقيت عندهم الحياة فيها حاجات كتير قوي مباحة، وبقيت بصلهم طول الوقت وانا عاملة كده. من ضمن كلامي معاهم لقيت من ضمن الحاجات المباحة ان هم يصاحبوا ولاد. فخدني الشغف كده واتكلمت معاهم، ايه ده، هو انتم صاحبين ولاد؟ كانوا بيقولوا لي اه عادي. كنت بستغرب جدا واقول لهم ازاي. فجأة لقيت نفسي عندي شغف اسمع، وفرحانة جدا باهتمام الولاد بيهم، وفرحانة جدا ان هم بيخرجوا يتفسحوا مع الولاد دول. اكتشفت في الوقت ده ان بابايا عامل كنترول على تصرفاتي بس مش عامل كنترول على تفكيري. واكتشفت كمان ان انا مش شبعانه حنيه، ومش شبعانه دلع من بابا مخليني احس اني لا، ان الواحد مش في احتياج للحاجات دي. ايوه انا كنت عارفه الصح من الغلط وما قلدتهمش، وكنت محافظه على نفسي. لكن كنت من جوايا حاسه ان انا ناقصني حاجات كتير، ناقصني نفس الاهتمام اللي عندهم بالظبط. وناقصني ان يبقى في حياتي حد يخاف عليا ويحبني ويدلعني. خلاصة الكلام، حب بنتك ودلعها واهتم بيها، وشبعها بدل ما تدور على ده بره. وحتى علمها تشتكي لك وتقول لك الغلطات اللي غلطتها بدل ما تعالج الغلط بغلط تاني. اعمل كنترول على العقل والقلب والمشاعر، ما تعملش كنترول على التصرفات بس. ثواني، كنت عايزه اقول لكم حاجه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة وفرحونا بكومنت حلو علشان يوصلكوا كل جديد.